السلام عليكم. النهارده هعلمكم طريقه التوميه بطريقه جميله واحلى من اللي بره بكتير. معايا هنا كوبايه ونص من الميه، نص كوبايه الميه هحط فيها 4 معالق من النشا زي ما انتوا شايفين، وهقلبهم وهرجع لكم. تمام كده بعد ما قلبتهم ومعايا كوبايه الميه في الكسرولة، هننزل فيها بالنص كوبايه اللي فيها النشا ونقلب لحد ما توصل معايا قوام متماسك وشفاف زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي اهو. هسيبه بقى على جنب يبرد، وبعد ما يبرد هحطه في الكبة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هننزل بنص كوباية زبادي بلدي، نص كوباية بس عشان تدينا تيست حلو احلى من المايونيز واللبن والحاجات دي كلها. هنزل طبعا كمان بعصير ليمونة، يعني حوالي معلقتين كبار، او لو انت مش بتحبي المزازة كتير ممكن تستكفي بنص ليمونة. ومعايا هنا الملح حسب الرغبة، ومعايا 3 فصوص ثوم هضربهم طبعا كلهم في الكبة دلوقتي. كده بعد ما ضربتهم هنزل بقى بنص كوبايه الزيت بس تدريجي، لو ما عندكيش كبه ممكن تعملي في الخلاط. هضرب كل ده وارجع لكم، بس طبعا الزيت بالتدريجي كل شويه تفتحي وتحطي زيت. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصت المايونيز، قصدي التوميه. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم. سلام.